السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنحلل أداء المنتخب الجزائري والهزيمة القاسية صراحة. لا يعني ما كنتشفاوش، ولكن سنتحدث بمصداقية. منتخب الجزائر غادر المنافسة بعد الهزيمة أمام سويسرا ب2-0. الهدف الدقيقة ديال أمبولو 10 والهدف الدقيقة 46. طريقة سذاجة في الدفاع الجزائري، منظومة صراحة لم أفهم. بيتكوفيتش 4 مباريات ولا تشكيلة أساسية. دخل عاوتاني زروقي، مازا دخلوا فناف. واش مازا كيلعب سعود؟ عنده دفاع أصلا مهلهل. الفرق يعني المساحة اللي كتكون بين وسط الميدان والدفاع شاسعة، اختراقات، نفس الأخطاء تتكرر. ولكن أين الخلل؟ أين المشكل؟ منتخب الجزائري أتحدث بصدق فاز على الأردن، انهزم من الأرجنتين. لا نتحدث على مباراة النمسا لأنها تحصيل حاصل، يعني ماشي اتفقوا، إنما كل واحد خدام ليه التعادل. لكن المباراة المعيارية أمام نيجيريا خسروا ب3، أمام الأرجنتين خسروا ب3، أمام سويسرا فريق متوسط خسروا ب2-0، وأهداف كثيرة ضاعت. حراسة المرمى في الجزائر صراحة تسمحوا لي، زيدان راه غير الاسم ديال باه. الحراسة ما يعني حارس الهدف الأول كاين ديال المشكل، كان خطأ بين ميندي وبن يعني ايت نوري ما غطاش، وحتى الحارس شوف الحارس التدخلات ديالو كي دايره. دونك نصيحة للإخوان الجزائريين، أتحدث على المسؤولين على الكرة في الجزائر. إلا بغيتي تنجح المنتخب ديالك يوصل، خاصك تعلم من الآخرين، خاصك تكون عندك منظومة يعني تخطيط اللي كنقولوا ليه، بناء الأكاديميات، بناء الملاعب، الأندية تكون قوية، بطولة قوية. ما كاينش باك صاحب اش كيدير باقي مندي تما في الدفاع ديال الجزائر؟ اش كيدير؟ واش هذاك باقي تلعبو؟ اش كيدير محرز مازال تما؟ خاصك تبدا بالفئات الصغرى، وما يكون ماشي عند المغرب. الا بغيت عند المغرب هتعاندو في الاكاديميات وفي المنهجيات ديالو، في التدريب ديالو، وفي الطريقه اللي يتبع، ماشي القجع. ايوا تبع القجع فين وصل؟ المنتخب المغربي اصبح من القوه سميتو في الكره العالميه. انا ما تنتشفاش، ولكن تنقول الحقيقه. باش يكون عندكم منتخب، راه عندكم منتخب ضعيف جدا. هذا كيتنوري لو خا تيلعب السيتي بيني بحال تيدير اللعب ديال الزنقه. ما كاينش شراسه، ما كاينش. انا كمغربي صراحه ما عجبنيش الطريقه باش كيدخلوا هذاك وسط الميدان ميت. ما كاينش، ما نهضروش عليه. منتخب مهلهل. ما تقيش المنتخب ديالك من الأردن، قيس المنتخب ديالك مع الفرق الكبرى. لعبتوا مع هولندا بريمير ميطا، تفرجت في الماتش 700 الف فرصه ديال هولندا. الشوط الثاني خرجت هولندا كامله، دخلتوا ربحتوا. هذا معيار؟ الا والف ولا. حتى الصحافه الجزائريه كتفرج قالت الهداف. لا يعني ما تتبغيش تنتقد. عندنا المنتخب بن شابير قال لك غنمشيو بعيد. الله يهديكم، حطوا ضعوا ارجلكم في سميتو في الارض. عندكم منتخب ضعيف جدا، ما كنهضرش افريقيا تقدروا ديبانيو، ولكن دوليا منتخب ضعيف. لو تلقيتوا مع اسبانيا كنتوا تاخذوا 10. واسمح لي، عندكم مدرب داهيه، مدرب ضعيف، تكتيكيا ضعيف، ما قادرش يعطيك